خلينا نروح لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، ده خبير تحكيمي، علشان نسمع رأيه في هذه اللعبة. كابتن ناصر، تحياتي ليك، تحيات ضيوف الاستوديو التحليلي لحضرتك. تحياتي ليك كابتن اسامه، وتحياتي لضيوفك الكرام كابتن اسامه عرابي وكابتن باز، وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام. شفت الفضيحة التحكيمية ده يا كابتن ناصر؟ شوف يا كابتن اسامه، عشان نتكلم بالقانون وبرضك يبقى كلامنا يعني موثق بالماده 12 بمخالفات لمس الكره بالايد. واحنا قلنا مش كل لمسه ايد بتتحسب، لمسه الايد ليها معايير يا كابتن اسامه، ومعايير احتساب لمسه الايد هي ان الايد والذراع يكونوا خارج الجسم، واخدين حيز، مكبرين حجم الجسم. انا هنا حكم مباراه عنده زاويه رائعه جدا جدا يشوف وما يستناش الحكم الفار يجيبه يا كابتن اسامه. بنشوف هنا ركله جزاء صحيحه 100%، وهقول لك ليه. وهنا لما بنتكلم على محمود عاشور احد الحكام اللي رايحين كاس عالم في الفيفا 2026، يعني حكم عنده خبرات كبيره، حكم مصنف من افضل حكام افريقيا، حكم راح كاس عالم. انا النهارده لما يبقى معايا محمود عاشور من الخبرات الكبيره ويجيبني، لابد ان انا اراجع نفسي يا كابتن. هنا بنشوف هنا الايد خرجت في البوينت اوف كونتاكت، خرجت كبرت حجم الجسم، لمسه يد واضحه جدا، ركله جزاء سهله جدا للحكم في الملعب، وانت ما حسبتش والفار جابك. هنا بنقول قرار تحكيمي مؤثر في نتيجه المباراه اللي هي كابتن اسامه، لان دي حاله لو تم احتسابها والفار جابك وانقذ الامور، كان ممكن كان يجي منها هدف. النادي الاهلي النهارده بيخسر نقطتين بسبب خطا تحكيمي فادح. الفار ينقذ الحكم من ورطه كبيره، والحكم يرفض، ودي علامات استفهام، لان تعيينه الحكم في المباراه يا كابتن اسامه ما كان يجب ان هو يتعين فيها. هذا الحكم لسه راجع من بره، لعب مباراه في الدور الاول، نفس المباراه كان عنده 3 اخطاء ب3 ركلات جزاء لو نفتكر في مباراه الاهلي الاولى مع سيراميكا. انما هنا ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، والحكم يروح ويشوف الفار، والفار بيجيب له احسن لقطه، وهي الايد وهي طالعه مكبره حجم الجسم، الايد خارجه عن نطاق الجسم، ركله جزاء سهله. انا ما عنديش مبرر الحكم ليه ما حسبش، ولكن هنا والله يا كابتن ناصر، بص الحكم قريب من اللعبه، ما فيش 2-3 متر من اللعبه. لعبه زي دي والله ما محتاجه الفار، على قد محتاجه واحد يعرف ربنا، واحد عنده ضمير. بس ده اللي انا اقدر اقوله في لعبه زي دي، واحد يكون عنده ضمير ويعرف ربنا، ويعرف ان النهارده وهو النهارده نايم وبيحط دماغه كده على المخده ان هو ظلم فرقه عن قصد. كابتن اسامه، وانا قاصد اقول الكلمه ده عن قصد. يا كابتن اسامه بس تسمح لي بعد اذنك، انا بقول في نقطه مهمه جدا. انا كحكم لسه دولي، لسه بقالي